يا صباح الخير، الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. يقول لك البركة في البخور، يعني إنه الإنسان من المفترض لازم يقعد هيج وقت حتى يشوف باب رزقه. فيا أخوان، هذه الكلمة صراحة يعني حيل أحبها، لأن أنا بالنسبة إلي عندي هذا الوقت حاليا، بعد هي ما صايرة الساعة 5. صراحة هذا الوقت عندي أنا يعني أسميه بالساعات الذهبية. أنا بالنسبة إلي أنجز شغل وعمل بهذا الوقت بشكل مو طبيعي. تمام؟ فيا رب آية الرزق، والله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. حاليا السيارة راح أخليها تحمى حتى إن شاء الله بتسهيل الله أطلع الباب رزقي. ويا أخوان، الرزق مو بس مال، الرزق صحة وعافية وستر. يكفي انه انت تخلص مشاغلك ويومك براحة البال، يكفي انه انت ترجع للبيت سالم، يكفي انه اطفالك بخير وصحة وسلامة. يعني هذا بحد ذاته الرزق الحقيقي. فحاليا السيارة حمت، خلونا نتوكل على الله. شوي جوعان مو هواي، بس لازم نعالجها بريوق زين وقلاص شاي. فخلونا نتوكل على الله وربي يسهل علي ان شاء الله. يا شباب، حاليا انا موافق على رحلة، تمام؟ فوافقت عليها، خلينا احول على الويز. فخلونا نتوكل لهذا الرحلة ونقول يا الله. يا شباب، الشغل على وقت كلش حلو، الشوارع فارغة وبنفس الوقت رزق موجود. حاول انه انت يعني مثلا تطلع على وقت، فبنفس الوقت انت راح ترجع على وقت. تفهمون شلون؟ يعني انت من تطلع على وقت شيء اكيد راح ترجع على وقت. حاولوا انه انتم تطلعون على وقت للشغل، فالله يسهل عليكم ان شاء الله، وآية رزق للجميع حبايبي. بس مسألة انه انت تقعد على وقت، حاول تجرب هذا الشيء. لا تخليك ملتزم انه انت لا تقعد على الساعة 7 او الساعة 8. تمام؟ لا، اقعد على وقت. على شارع الإسكاني ثم انعطف يمينا. انا تقريبا حاليا صرت قريب على صاحب الرحلة، تمام عيني؟ فانطيت اشعار انه انا وصلت. اعتقد يم هذه السوناتا او الاوبتيما، صاحب الرحلة هنا. لقد وصلت إلى وجهتك. فراح انتظره يجيني، لان انا اصلا مطي اعاز، فخلينا ننتظره. صاحب الرحلة هذا الشخص. عليكم السلام ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. الله بالخير والعافية. يا شباب، كملت رحلتي وحاليا وافقت على رحلة ثانية قريبة علي تقريبا نوعا ما، تمام؟ فحاليا انا باتجاه هذه الرحلة اللي انا موافق عليها، فخليكم وياي وخلينا نتوجه لصاحب الرحلة. لقد وصلت إلى وجهتك. خلونا اوقف هنا. هذا صاحب الرحلة. السلام عليكم حبيبي، اسم عباس؟ حياك الله. ثواني جاي. فخلال الساعات 24 الأولى من الحرب، طبعا هذه الرحلة كانت الجراج بغداد الموحد، رحلة قريبة كانت. مدرسة للبنات في ميناء جنوبي البلاد.
طبعا يا شباب خلصت رصيد وجيت اشتري رصيد حتى فعل النت. ممنون يا شباب. انا اعبي رصيد فئة 10 اشترك نت كل اسبوع، تمام عيني. فاعتقد يعني عند صديقي قال لي يسار كلش هواية، فحول السيم كارت مالتك ويعطونك شهريا يعني اشتراك ما يقارب بال20,000 او 15,000. حاليا عندي رحلة وافقت عليها باسم فيصل جهاد. خلينا نحول على الويز وخلونا نتوجه لصاحب الرحلة. صاحب الرحلة تقريبا وصلت إلى. لقد وصلت إلى وجهتك. خليني أنطي إشعار إنه أنا وصلت. بس شوفوا لي هذا النبق لقيته طايح هنا من هاي الشجرة. والله يا شباب بدون غسل هيك، بس مجرد مسحته وراح أكله، والزبون بعده ما جاي. ويلي طيب والله، وكله أحمر كله أحمر. صاحب الرحلة حد الآن بعده ما جاي، وأنا كنت ألقط نبق. يا ما شاء الله النبقة متروسة. عليكم باسم فيصل، حياك الله. لا عاد حبيبي. طبعا هذه الرحلة كانت المستشفى التركي، كملت من عندها وخلونا نتوجه برحلة ثانية، ولحد الآن ماكو أي رحلة، فخلونا نطلع من التركي. طبعا حاليا اجيت افول بنزين من محطة الراية. بنزين عندي فوق من النص، بس ما دام انا على باب الله لازم السيارة مفولة بنزين كامل، فخليكم وياي وخلونا نفول بنزين. يا شباب فولت بنزين، بس صايرة مسألة انه ما يصير تفول الا بطاقة، تمام؟ الا بطاقة كي او ماستر. هاي مشكلة يعني. للأمانة انا عندي بطاقة، بس يعني تعال، هي شغلة حلوة تمام، بس يعني تعال هسه انا اليوم اريد افول بنزين لازم اروح اعبي البطاقة او اخلي مبلغ معين بالبطاقة. المهم حبيت اقول لكم انه التفويله مال البنزين صارت ببطاقه، بنزين عادي للعلم يعني مو محسن. والله ما ادري، الحمد لله والشكر. هذا الاخ شنو انت؟ وين رجع؟ غير وراك انا. بوي وين؟ يعني حبكت. مشكلة، هاي مشكلة والله وبالله. مشكلة حضرته يعني ما يعرف يطلع لي قدام. اطلع عم رحم الله والديك، اطلع اذا ما صار زحمة. انا كان على بالي انه هو فول. رحم الله والديك يابا. يا شباب نفسيتي ترتاح، انا نفسيتي ترتاح من اشوف الرون مال البنزين هيك يعني نازل حيل ارتاح. الحمد لله والشكر من فولة بنزين.
خلونا هسه نتوكل على الله. حاليا الساعة 7، ناخذ لنا صمونات حارات وناخذ لنا ريوق زين ونروح للبيت نتريق. الحكي حتى يتعدل. خلونا نروح نشتري صمون ونشتري ريوق ويلا. السلام عليكم. خلينا نشوف الأجبان وين. اعطيني بيض بلف وياك. هذا عندك كمان طيب. ايه حبيبي بيض اعطيني وياك. عندك هذا الكيبي يعني اكو مفتحات. في كيلو. جبنا الكيبي. وين يا هذا البراد. طوال تريد؟ لا ما اريد. أوف. 1000 ونص. سهل. الله والديك. طبعا كملنا من الريوق وهسه للبيت نروح نتريق والله كريم. يلا يعني تفضل حبيبي. هسه حاليا راح يصير وقت دوام، فاغلب الشوارع راح تصير مزدحمه، فانا هيج وقت ارجع للبيت اتريق، اخليه لحد ما يخف شوي الازدحام، الا ذيك الساعه الا اطلع. كملنا يابا. ناخذ علاليقنا وننزل. بسم الله. يابا نسيت الموبايل. باي باي مؤقتا. في 600 متر اخرج يمينا. طبعا حاليا يمينا. عندي رحلة تقريبا نوعا ما قريبة علي، فخلونا نتوجه لهذه الرحلة. تقريبا الرحلة قربت انه انا اوصل لها. الرحلة هنا، لقد وصلت إلى وجهتك. فخليني انطي عازة صاحب الرحلة انه انا وصلت. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اختي العزيزة انا وصلت. يلا ماشي تمام. حياك الله اخوي، هلا بك. خابرت صاحب الرحلة لان انطيته ايعاز وما دز له اي اشعار ولا اجاني، فاتصلت عليه وحاليا متوجه له هو. حياك الله ام علي. حياك الله. لقد وصلت إلى وجهتك. اعتقد المستشفى الحضارات، لان مستشفى الحضارات على يميني يكون ركن. خليني ارجع بيك حتى اشوف اذا طلع من المستشفى. اعتقد هذا الزبون وصل. السلام عليكم. عليكم السلام. باسم علي طالب. حياك الله. يا شباب خلصت من هذه الرحلة، مباشرة اجتنا رحلة ثانية باسم علي الحاتمي. دزيت له اشعار انه انا باتجاهك وخلونا نحول على الويز ونتوجه لهذه الرحلة، فآية الرزق للجميع ان شاء الله.
اعتقد صاحب الرحلة هذا الشخص، بس خليني اتأكد من اسمه. علي لقد وصلت الحاتمي. إلى وجهتك. علي الحاتمي، صباح النور حبيبي. شلون خالد؟ حياك الله شلون علي. الصحة؟ اي حياك الله عزيزي، اهلا وسهلا بالسلام. عرفتك راح تحشر يوم هاي بنزين ماكو وضعيتها تعبانه كل شيء. السلام ما تقول لي يا صديقي. الحمد لله يسلمك والشكر على السلام. كل حال. حتى وين بالضبط؟ جامعة دقار شوية مسافة، الشارع باب الجامعة الخلفي ايه شوية مسافة. الخدمة. اروح لك فدوة انا. شلون شغل بلي؟ والله الحمد لله والشكر، ماشي الامور بي، هو زين. افضل من الشارع. هي هاي. انا اشتغلت بيه، خذت لي شوية اشتغلت بيه فترة، بس هو شنو؟ هسه تو جاي عبر هذا الصوب، كان بدك الصوب يستخدمه. لا بالعكس والله، من زمان يعني العالم تستخدمه، وهذا الصوب هسه اكو عالم جاي تستخدمه غير باماكن بعيده حيل. انا قبل 3 اشهر هيجي نزلته، اشتغلت بيه؟ اشتغلت بيه. تمام. اطلبهم 4000 ما اطلبني انا، بطلت من عنده. ليش 4000 يعني؟ اخاف حولهم عزين كاش. لا لنخت شارع إبراهيم الخليل. المهم شارع اشتغلت بيه زيتون يعان نزل الناصرية. اشتغلت بيه والله خير من الله، حصلت بيه. بس هي شنو انا اقول لك شنو، ذاك الصوب صار كراويه اغلبها بذاك الصوب. هو اكثر المستخدمين هناك، هناك اكثر المستخدمين بذاك الصوب. ذاك الصوب كلش تاذيت، الشوارع غادي عندهم وايد. هاي الشوارع اللي من المنصوريه بعد هذا مجسر ما مسوينه. اي حي العباس. عافيه الحداديه سقطت مال السياره. ثم انعطف يمينا. لا على كيفي. اي حطيتها لغيتها. هذا الشخص خطيه سيارته طافيه بنزين. اكو ازمه بنزين، بس ازمه بنزين على مود البطاقه، يعني لازم بعد التفويله تكون على البطاقه، فمسوين ازمه بنزين. تفهمون شلون؟ يريدون تفويل البنزين يكون بعد على الماستر او الكي، فاغلب الناس ما عندهم هذه البطاقه، فمسوين ازمه بنزين. كملت من هذه الرحله وخلونا نتوجه الرحله ثانيه ونستقبل رحله ثانيه ان شاء الله. يا شباب حاليا عندي رحله انا موافق عليها وقربت اوصل لهذه الرحله، في 100 متر. فخليكم وياي، إلى ريسيف لوكيشن. خلينا نتوجه لصاحب الرحله ونوصله باسرع وقت. حاليا صاحب الرحله انطيته اشعار انه انا وصلت. اعتقد ذاك الشخص. شفت شخص، بس انا يعني هاي النقطه هنا موجوده. اعتقد صاحب الرحله. عليكم السلام. علي رضا، حياك الله استاذ حبيبي. النقطه مالتك هنا طلعت لي. ما ادري لا ادري. صبحكم الله بالخير. انا كتبت تم وصول الساعه. تمام. انعطف يسارا، ثم انعطف يسارا على شارع إبراهيم الخليل. ثم انعطف يسارا على مجمع الشقق الشموخ السكني. انعطف يسارا، ثم انعطف يمينا على مجمع الشقق الشموخ. يا شباب حاليا عندي رحله انا موافق عليها وقربت اوصل لهذه الرحله، فانطيته ايعاز انه انا وصلت. اعتقد لقدام بعد. لقد وصلت إلى وجهتك. خلينا انتظره هنا. انطيته ايعاز انه انا وصلت. عليكم السلام ورحمه الله. باسم من؟ محمد علاء. حياك الله حبيبي. صبحكم الله بالخير. الله بالخير والعافية.
وصلت لها. صاحب الرحلة اجا. ام علي رضا، حياك الله. هلا بك. عليكم السلام بابا، حياكم. طبعا هذا الرحلة كملت من عتها، وحاليا متوجه الرحلة الثانية. اعتقد هذا صاحب الرحلة. عليكم السلام. عبد الله حسين، حياك الله حبيبي. اخرتك ولا؟ لا حبيبي. بيها مجال نطلع منه على هذا الفرع اسواق بنات الشارع. بالخدمة ان شاء الله. تبي طالع قبل احسن لك تدري؟ ها طلعني؟ اي احسن لك. يعني اذا تطلع شارع العام ذنك مؤسسات ازدحام. ايه صحيح. بس كان على بالي انه هذا الشارع يفرني يعني. لا اطلع قبل شارع خدم. اهلا يا شباب. طبعا رجعت لي البيت تقريبا على الساعة 1. رجعت كبستها نومة من هاي الزينة. هسه حاليا الساعة 4:30. الحمد لله والشكر. فولت نوم، ارتاحت، تغديت، شربت شاي. فهسه خلونا نتوكل على الله، وآية الرزق للجميع ان شاء الله. يلا على شارع الإسكاني. يا شباب، حاليا وافقت على رحلة على شارع الإسكاني. حيل قريبة علي، تقريبا شي 4 دقائق وراح اوصل لصاحب الرحلة. فخليكم وياي، خلينا نتوجه لصاحب الرحلة. لقد وصلت إلى وجهتك. صاحب الرحلة هنا، خليني اعطيه ايعاز انه انا وصلت حتى يطلع لي. فخليكم وياي. عليكم السلام. هلا بابا حبيبي. ها بابا، الجامع الفرع مال الجامع. الرحلة وين هي؟ الرحلة وين بالضبط؟ الجامع مال شهيد اسمه طه الناصر. اي خلاص، ما دام نحددها خلاص. شويه هيك بالفرع داخله. ان شاء الله حبيبي، على النقطة. تفضل حبيبي. مشكور. هلا بابا حبيبي. يا اخوان، انا حاليا عندي طلب رحلة موافق عليه، ووصلت لنقطة الانطلاق. فانا انطيته ايعاز انه انا وصلت. فحاليا بانتظار صاحب الرحلة. ست فرح، حياك الله. طبعا حاليا عندي رحلة انا موافق عليها وقربت اوصل. فخليكم وياي، خلينا نوصل لصاحب هذه الرحلة. اعتقد مو هذا الشارع، الشارع اللي بعده. كوثر؟ باسم كوثر. ايه. مساكم الله بالخير. الله بالخير عمو، رحم الله والديك. حبيبي استاذ هنا. يلا شكرا حبيبي.
طبعا كملت من هذا الرحلة، وخلونا نتوجه الرحلة جديدة ونقول بسم الله وآية الرزق إن شاء الله للجميع. هذا صاحب الرحلة. السلام عليكم. حبيبي حياك الله. اسمع سين؟ حياك الله. مساكم الله بالخير. بخير والعافية. حاليا عندي رحلة وأنا موافق عليها، فخلونا نتوجه لصاحب هذا الرحلة. خلونا نشوف صاحبة الرحلة. عيل باسم جوري، حياك الله. جيت اسوي كم شغلة احتاجهم بالبيت. شوف انه رقية زينة. هاي خلينا نشوف بعد شنو محتاجين. أكثر شيء فواكه. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو. الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله، وآية الرزق إن شاء الله للجميع، وأتمنى هذا الفيديو نال إعجابكم، وهسه نلقاكم بالفيديو الثاني مع ألف سلامة. تحياتي لكم.